اللايف ده برعاية شركة ايفرتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر مسابقة في الوطن العربي قبل مواجهة الأهلي والوداد. المسابقة دي بيعملها أشهر يوتيوبر رياضي في الوطن العربي وهو موحى. المسابقة على العربية بتاعتي لانسر شرق 2015. العربية عاملة $500,000 جنيه. طبعا هقول لكم كل شروط المسابقة. ده زي ما حضراتكم شايفين كده عقد العربية، تمام؟ وزي ما انتم شايفين، والاهم صور العربية وصور الحاجة. ده تيشيرت المغرب زي ما انتم شايفين كده، وهنا تيشيرت منتخب مصر. وانا هقول لكم ليه الكلام ده دلوقتي. اولا المسابقة اتغيرت، قربي مني شويه عشان الصوت يجي. المسابقه اتغيرت لان انا كنت قايل الاهلي لو فاز حد هياخد العربيه دي. دلوقتي التوقعات اتغيرت والمباراه اللي هنا اتغيرت. يعني ايه؟ يعني لو الاهلي كسب هياخدها حد من مصر زي ما انا حاطط شيرت الاهلي واهلاوي، ولو الوداد كسبت هياخدها حد من المغرب. سمعتوا يا جماعه؟ طيب شروط المسابقة ايه؟ شروط المسابقة والكل طبعا في الكومنتات يكتب. احنا كام في اللايف دلوقتي؟ تمام، احنا كده جمعنا اول 1000 في اللايف. شروط المسابقة من مصر ومن المغرب، من جمهور الاهلي ومن جمهور الوداد: لايكات، تعليقات، شير، منشن لصاحبك، ومتابعة لكل التواصل الاجتماعي بتاعتي، عشان لما اختار حد اللي يفوز بالعربية ويبقى عامل الشروط دي. اللي سمع واللي ما سمعش، واللي شاف واللي ما شافش. انا ليه غيرت في شروط المسابقه؟ الوداد لما جابت جون هنا، والكل دلوقتي ما حدش قادر يتوقع. الاهلي هيكسب، انت بتكذب. الوداد هيكسب، انت بتكذب وما تعرفش. المباراه 50-50. الاهلي فريق كبير والوداد فريق كبير. الوداد خد البطوله من الاهلي 2017 و2020، والمره دي المره الثالثه مواجهه الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. احنا كام في اللايف؟ تمام يا جماعه، المسابقه دي حقيقيه. المسابقه دي لازم كل الناس تسمعها وتعرفها قبل مواجهه الاهلي والوداد، علشان انا كلامي قدام كل الناس. انا لو قلت لك التوقع بتاعي ابقى كذاب، لان المباراه كبيره مش متوقعه لاي حد. ومع العلم المباراه في المغرب وسط اهلنا وناسنا. عشان الناس بس عارفه ان انا الفتره اللي فاتت دي كنت غايب. المسابقه دي بتعرفك قد ايه المصريين بيحبوا المغرب. وادي تيشيرت مصر وتيشيرت المغرب. ده اكبر دليل على كلامي. ليه؟ لان مصر والمغرب واحد، والاهلي والوداد واحد. اي حاجه حصلت دي ناس اقليه مالناش دعوه بيهم. كل الناس عارفه. واكبر دليل على كلام موحى ان هو بيحب المغرب وبيحب بلده هذه المسابقه. حد كان هيقول لي يا عم موحى، طب انا لو من وداد ومش قاعد في مصر اكسب العربيه ازاي؟ لو الوداد كسب اي حد قريبك يجي يستلم العربيه مكانك في مصر هنا. وطبعا مش مستاهله لو اي حد من الاهلي مصر بقى والكلام ده. انا بوثقه وبقول بعلو صوتي. ده عقد العربيه، وانا موحى اليوتيوبر، وادي مفتاح العربيه. واي جريده، اي صحيفه عايزه بكره تيجي تسجل معايا بعد المباراه وحد يستلم العربيه بايده، انا ما عنديش مشكله. وصلنا كام في اللايف؟ 2000 يا جماعه. الكل دلوقتي يعمل الشروط، عشان الشروط دي اهم حاجه. انا بخاطر بعربيتي. انا بعمل كده ليه؟ هقول لكم بعمل كده ليه. عشان عايز العربيه والمسابقه دي تتخلد في التاريخ. عايز العربيه والمسابقه دي الناس كلها تتحكى بيها. اشهر يوتيوبر رياضي بيكسب عربيته لبطل افريقيا لحد من الجمهور، اي من يكن، اهلاوي او ودادي، مصري او مغربي. محدش عملها ولا حد يتجرأ يعملها.
ده عقد العربيه، وهنا كل التسجيلات، ما بقولش اي كلام. اصور لكم العربيه، تعالوا. تكون عربيه فيك اهي. العربيه يا جماعه، عربيتي ملكي اهو يا جماعه، زي ما انتم شايفين. بصوا العربيه بتقفل، العربيه بتفتح. عربيتي عربيتي، عشان الناس كلها تبقى فاهمه. وصلنا كام في اللايف؟ بص يا جماعه تاني، عشان اللي سمع واللي ما سمعش، واللي شاف يقول اللي ما شافش. شروط المسابقه لكل المصريين ولكل المغاربه، يعني المغرب داخله في المسابقه ومصر. الاهلي لو كسب يجي يستلمها مني حد مصري، وهختاره في التعليقات ويكون عامل الشروط. الوداد كسبت، حد من المغرب حابب يجي يسافر مصر وانا استقبله، اوكي. هو قاعد في مصر برضه اوكي، وهختاره في التعليقات. المسابقه عن عربيه اللانسر 2015. سمعتوا يا جماعه الشروط؟ متابعه للبيدج، تعليق، شير على صفحتك الشخصيه، ومنشن لواحد من اصدقائك اي من يكن هو مين. مسابقه بنص مليون جنيه على عربيتي، والمسابقه اقوى من كده واحسن من كده. ليه بقى؟ لما حد يوتيوبر رياضي يخسر عربيته او ياخدها حد من البطل بدوري ابطال افريقيا، اهلي او وداد، هتبقى ذكرى مخلده. اشهر يوتيوبر عربيته خدها مشجع عشان فريقه كسب، ده انجاز فوق الانجاز. ومحدش يقدر يتوقع ان كان مسؤول او اعلامي او صحفي مين اللي هياخد المباراه. المباراه غير التوقعات. الوداد فريق قوي، فريق مرعب، جاب هدف في الاهلي هنا، خد افريقيا من الاهلي مرتين، في المغرب في مركب محمد السادس كازابلانكا، وسط كل الساعه الجماهيريه. نادي الاهلي بطل افريقيا، 10 افريقيا. نادي الاهلي اللي محدش يقدر واحد في الملايين دي كلها يقلل منه، بطل حقيقي. نادي الاهلي اللي دايما بيوصل للنهائي، واكتر نادي واخد بطولات، بيشرف اسم مصر. عشان كده المباراة كبيرة، والمباراة بره التوقعات. اكيد كل الناس شافت الاحداث اللي حصلت، بس النهارده موحى بيغطي على كل الاحداث. كل الناس شافت. اقليه من جماهير كانت في ماتش الوداد حدفوا الازاز، مالناش دعوه بالناس دي، الناس دي ما تمثلش مصر. المغرب اهي ومصر اهي، احنا الاتنين واحد. وكلنا شفنا الزملكاوي اللي في كازابلانكا في المغرب اللي قلل من النادي الاهلي، مالناش علاقه بيه، ولا الزملكاويه لهم علاقه بيه، احنا بنتبرأ منه لان النادي الاهلي بيشرف مصر. فالمسابقه دي مسابقه حره. اي اعلامي في التلفزيون، اي اعلامي في جريده حابب يعمل لقاء معايا بمفتاح العربيه بالعقد المسابقه، خدوها عليا. اي محامي يعمل اللي هو عايزه، انا قدام كل الناس والمنصات بتنازل على عربيتي رسميا للفائز، ان كان الوداد او الاهلي، بالعربيه بتاعتي، واختاره عشوائي. واقسم بالله ولا هتفق مع حد، ولا حد يتصل بيقول لي كسبت العربيه. واي حد يعرفني شخصيا هيقول لي الكلام ده. انا بقول لك دلوقتي ما تتصلش ولا تكلمني، لان المسابقه دي حقيقيه على عربيتي. قرب عليا، اللانسر 2015. احنا كام في اللايف؟ 1500. احنا معانا رقم كويس قوي في اللايف، الرقم اللي موجود دلوقتي. كلكم عشان ما تنسوش متابعه للبيدج وكل منصاتي على السوشيال ميديا، تيك توك، يوتيوب، تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، وتعمل تعليق بالتوقع ومنشن وشير تاني، عشان بس ما حدش يزهق. عشان في ناس كسبت معايا قبل كده في الهدايا الذهب وال20,000 جنيه، وانا الحمد لله الوحيد اللي بقول التوقعات وبقول المسابقه حقيقيه. لايك، متابعه، تعليق، منشن، شير،
منشن لحد من اصدقائك، اخوك، صاحبك، اي حد. المسابقه مفتوحه للجميع، المسابقه للكل، لكل المغاربه ولكل المصريين المحترمين. مباراه محترمه، مباراه كبيره تليق بين النادي الاهلي والنادي الوداد. ان شاء الله هنستمتع من المباراه، واللي هيكسب هنقول له مبروك، واللي هيكسب هنقول له مبروك زائد العربيه بتاعه اشهر يوتيوبر في الوطن العربي، اليوتيوبر الرياضي موحى المصري، موحى المحب لكل المغرب ولكل العرب. تمام يا جماعه؟ انا اسف على الفتره اللي كنت غايب فيها، كنت عامل عمليه زي ما انتم شايفين، وكنت تعبان فغصب عني. كله يخش في المسابقه، والله مسابقه حقيقيه، والله هتندم لو توقعت وما عملتش بقيه الشروط وجيت كسبتك. مش هتكسب العربيه، لازم الشروط يا جماعه، الشروط صعبه عشان المسابقه كبيره. كل اللي بيعمل مسابقه على تيشيرت على تليفون، انا بعمل مسابقه على عربيتي، والحمد لله انا راجل مبسوط. معايا الفيلا بتاعتي، صوريها، دي الفيلا بتاعتي الحمد لله. عربيتي دي انا كسبانها بعرقي وجميلي، وانتوا اللي مكسبها لي. على فكره اللي تفتكروا انا بقول اي كلام، العربيه دي فلوسها من شغل اليوتيوب ومن شغل السوشيال ميديا، ففضل ربنا وفضل ليكم، وانا مش بعمل حاجه بجبي عليكم، ده حقكم. الحمد لله، الحمد لله، الواحد مبسوط وربنا كرمه. ولكن عايز اعمل حاجه تخلد للتاريخ، حاجه بجد، حاجه قدام كل الناس. لو تعرف حد صاحبك اعمل له منشن، يمكن ربنا يختاره. ما نعرفش المسابقه دي رايحه لمين. انا كده يعتبر خلصت كل الشروط وخلصت كل كلامي. انا كموحى تمام، مش اقدر اتوقع المباراه دي خالص خالص. مباراه صعبه، توقعات صعبه، اي شيء. الوداد بطل افريقيا، الاهلي بطل افريقيا. الوداد كان في كاس العالم، الاهلي كان في كاس العالم، وكلكم عارفين الشروط والمسابقات والحاجات دي كلها. الكلام واضح قدام كل الناس. قبل ما اقفل اللايف، كام حد في اللايف؟ تمام. الالوفات اللي موجوده في اللايف دلوقتي، عقد العربيه ومفتاح العربيه، والاهلي لو كسب ادي مصر الربي، والمغرب لو كسبت، وفريق الوداد ادي تيشيرت المغرب. يعني المسابقه داخل فيها المغرب ومصر. الشروط قبل ما اقفل: متابعه للبيدج والكل تواصل الاجتماعي بتاعتي موحى على اليوتيوب وعلى التيك توك. هتعمل تعليق ومنشن وشير، ومبروك مبروك مقدما. والله العظيم المسابقه دي عاملها بنيه صافيه، واللي هيستلم العربيه انا راضي ومبسوط وبنيه صافيه، وربنا يبارك له فيها. وان شاء الله كلنا هنتبسط، وكله ان شاء الله هيبقى مبسوط. وانتظروا موحى المحايد اللي دايما بيقول كلمه الحق. وحاجه اخيره عايز اقولها لكم، زي ما انتم شايفين طبعا العربيه اهي. حاجه اخيره عايز اقولها لكم، تمام؟ وانا قاعد على العربيه اهو، خدوها عليا سكرين، وبقولها لكل الصحفيين وكل المسؤولين وكل الاعلاميين وكل حد عنده برنامج في التلفزيون وكل صحفي، خدوها عليا سكرين. انا موحى اليوتيوبر الرياضي هكسب عربيتي اللانسر لاي حد من جمهور الوداد وجمهور الاهلي من مصر ومن المغرب بعد الفائز مباشره، بعد الفوز مباشره. واي حد عايز صحفي يعمل معايا لقاء ويثبت ويسلم الجايزه، مفيش مشكله. اي اعلامي في التلفزيون، اي حد، انا ما عنديش مشكله. الكل سمع، الكل شاف، والكل ان شاء الله هيعرف الكلام ده بعد المباراه بكره الساعه 10 بتوقيت مصر والساعه 8 بتوقيت المغرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومستني ان شاء الله تعليقاتكم وكل الشروط: متابعه، لايك، تعليق، منشن، شير. انتظروا موحى بعد مباراة الأهلي والوداد في كازابلانكا مركب محمد الخامس في المغرب. وعايز أقول لكم مبروك مسبقا على العربية. اضحك يا بقي. السلام عليكم.